افرح لك ازاي؟ ده انت بتقولي لي عايز يتجوزك في السر. انت خليتي العفاريت تتنطط في دماغي. هو قال لي ان قدام شويه هنعلن الموضوع، وهو بس دلوقتي بس خايف من رد فعل مراته، مش اكتر ولا اقل. هي دي الحاجه اللي مقلقاني، انه خايف من رد فعل مراته. يعني مراته اهم حاجه. فانت فين في الجوازه دي؟ يعني انت هتبقي قاعده متعلقه مستنيه هو امتى يقدر يجيلك. مره اسبوع يقدر يجيلك مره في الاسبوع، اسبوع يعرف يجيلك مرتين في الاسبوع، اسبوع يجيلك 3 مرات في الاسبوع. عايزه تعيشي كده قاعده مستنيه سعاده الجلاله هيظهر امتى؟ بكره نظبطها مع بعض، نتجوز وبعدين نظبطها مع بعض. لا، الحاجات دي لازم تتظبط قبل ما تتجوزي، لانك اول ما تمضي الورقه السر دي انت خلاص قبلتي تبقي خلخال. انا فرحانه بالموضوع. انت داخله على عامله ما تبقيش تيجي تشتكي لي منها بعدين. ليه يعني؟ علشان خاطر كل اللي انا بقولك عليه. وبعدين انت بتحبي الخروج وبتحبي اصحابك معاكي في كل الوقت. هتعملي ايه بقى؟ كله في السر. ما تقدريش تخرجي معاه، ما تقدريش تحضنيه قدام، ما تقدريش تخرجي معاه مع صحابك، مش هتقدري تعملي حاجه من كل دي. كام تنازل هتعمليه عشان انت فرحانه وعايزه تتجوزيه وما صدقتي انه قالك هيتجوزك؟ انت متخيله مش هتقدري تخرجي مع صحابك وتفرحي بيه معاكي كجوزك، مش هتفرحي بيه بره الاربع حيطان اللي انت هتعيشي فيهم. هو ده اللي انت عايزاه؟ هي دي الجوازه؟ تخيلي انك انت قاعده معاه ومبسوطه معاه وفي كده بينكوا جو، وراح جاله تليفون وراح متعكنن وقال لك لازم انزل، هتعملي ايه؟ وده هيحصل يعني عشان انا ما اعرفش ست متسيطره ماسكاه من رقبته، مسيطره عليه، بتعامله ازاي، اي حاجه يعني. ايه رايك؟ يبقى قاعد معاكي وانت ما صدقتي جالك بقاله اسبوعين ما جاش عشان الظروف بتاعه البيت، وما صدقتي جالك وراحت مكلماه في التليفون، هنعمل ايه؟ هو وعدني انه هيظبط المواضيع دي. نعم وعدك؟ انت بتصدقي الكلام الفاضي ده؟ يعني ده حرام ولا حلال ولا ايه؟ انا اتلخبطت قوي. انا ماليش دعوه حلال ولا حرام. انا اللي انا هاممني واللي انا قلقانه عليه فيكي حياتك هيبقى شكلها ايه. انا بحاول ابني لك صوره حياتك هتبقى شكلها عامل ازاي. حاجه تانية مهمه جدا، ان الست عرفت، ست مراته الاولانيه دي عرفت، والست هتعرف، لانه مفيش ست ما بتحسش بجوزها. خانها، اتجوز عليها تاني، بتحس. نفترض ان اليوم ده جه، هتعملي فيه ايه؟ تفتكري هو هيختار مين؟ وسؤال تاني مهم جدا، انت عايزه تخلفي؟ نفسك في عيل معاه ولا ده مش في حسابك؟ طبعا نفسي في ولد منه. وهيعملوا بقى هنعمله ايه؟ هنعمله في السر؟ ما هو بصراحه مش راضي، يعني اصلا مش موافق على الحوار ده. كمان هنعمل تضحيه كمان، يعني هنعيش في البيت وما نطلعش من البيت والست ما تعرف ومش هيعرف هيجزرك ايه، وكمان مش هنعمل عيال. انت مقدمه تضحيات كتيره قوي يا ماما. انت فعلا فتحتي لي مواضيع كتير ما جاتش على بالي اصلا. انا يلا نتجوز فيلا نتجوز لاني بحبه، بس لو جيت فكرت يعني اعمل ايه؟ يعني هرتب افكاري ازاي؟ هبقى مش عارفه. تفكري في كل الحاجات اللي انا قلت لك عليها دي، وتشوفي انت عندك استعداد تضحي بايه بالظبط وما تضحيش بايه بالظبط، وتواجهيه عشان يعرف انه هيتجوز حد حاسس بقيمته. يعني اتكلم معاه؟ طبعا لازم تتكلمي معاه، لازم تحطي الحاجات قدامه. ده بيخاف من مراته، يعني راجل خواف جبان. طب اعمل ايه؟ راجعي نفسك تاني وخدي الكلام اللي احنا قلناه ده، وشوفي انت تقدري تعملي ايه، التضحيات اللي تقدري عليها والتضحيات ما تقدريش عليها، وتواجهيه وتصارحيه. انت ليكي حقوق. الجواز اللي في الضلمه ده ما ينفعش.